ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض التورتيه الجميله دي. لاي حد بيستصعب خطوات التورته هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا ومضمونه جدا جدا. يلا بقى نقول بسم الله. معايا كده في الاول 220 جرام من الدقيق، ومعايا 30 جرام كاكاو خام، ومعايا 6 بيضات ساقعين مخرجاهم من التلاجة، ومعايا محسن كيك جيل هاخد منه معلقه كبيره، وهاخد كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهيكون معايا كمان نص كوباية من المية الساقعة. هحط بقى كل المكونات دي مع بعض. وانا كمان كان في كوباية الا ربع من السكر، نسيت اقولها في المكونات في الاول، هحطها دلوقتي، ورشيت كمان رشة ملح صغيرة اللي هي السنة. ادي السكر اهو، حطيت كوباية الا ربع. هضرب بقى بالمضرب او في العجان. انا جيت اضرب بالمضرب، المضرب بتاعي باظ فروحت بقى خدت المضرب بتاع ماما عملت بيه. هنفضل نضرب بقى لحد ما الخليط كده يتقل ويبقى شبه الكريم شانتيه. هنضرب جامد لمدة مثلا من 5 ل7 دقايق. لو بالعجان المدة هتبقى اقصر شوية. بس جبت بقى صينية كده مدهونة زيت وحطيت فيها ورقة زبدة. بحط ورقة الزبدة احسن من كده شوية، احسن من ما انا كنت حطاها. بس انا كنت مستعجلة فحطيتها اي حاجة. هحط بقى الخليط بتاع الكيكة ده، وفي الوقت ده انا هكون بسخن الفرن. هساوي كده بقى الخليط ده بالاسباتيولا كده كويس عشان يطلع متساوي، ما تطلعش حته عاليه وحته واطيه. وهدخلهم الفرن على درجه حراره 180، والفرن يكون سخن. احطهم على اول رف، هديها كده كام خبطه عشان تتساوى، ولو فيها اي هوا زياده يطلع. ده بقى شكلها بعد ما استوت. هطلعها كده على شبكه. هفك ورق الزبده من عليها واسيبها تبرد. مش هتعامل معاها خالص الا لما تبرد. عقبال ما تبرد بقى هحضر الكريمه. عندي هنا ربع كريم شانتيه خام، حطيت عليه كوبايه الا ربع سكر، وهحط كمان كوبايتين من الميه. حطيت اول كوبايه، والكوبايه التانية هنزل بيها بالتدريج. الميه تكون متلجه، لازم تكون متلجه علشان القوام يطلع تقيل، ما يطلعش سايب ويدينا كميه اكبر. هنفضل نضرب بقى كده ونزود الميه بالتدريج. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه. حاجة مهمة جدا، احنا لازم نحط معلقة محسن الكيك الجل، علشان ده اللي هيطلع لي الكيك سفنجي وحلو. من غير المحسن الجل ده الكيكة مش هتطلع كويسة، هتطلع زي اي كيكة. بس هنا بقى نرجع تاني للكريمة. زودت المية بالتدريج اهو لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. حطيت كمان كده معلقتين من الكاكاو الخام عشان بس يغير اللون شوية ويديني طعم الكاكاو. ممكن كمان تحط شوكولاتة، بس انا استكفيت بده لان انا كنت هغرقها شوكولاته من بره. براحتكم، عايزين تحطوا حطوا. هقلب بقى كويس. بصوا عليت ازاي. بس كده هحطها بقى في التلاجة لحد ما نحضر بقيه الحاجه. عندي بقى هنا الصوص الشوكولاته اللي هو الجناش. هستخدم قالبين من شوكولاته سما. القالب ده 200 جرام. قطعته كده حتت صغيره عشان يبقى سهل ويسيح بسهوله. قطعته كده مكعبات صغيره، وكنت على النار بغلي كوباية ونص من الكريمة اللباني. ممكن تحطوا كوباية كريمة لباني ونص كوباية لبن. هنسخن الكريمة واللبن كويس علشان تسيح الشوكولاتة، ونقلب بقى كده كله في بعض. والجناش ده كل ما بيتساب كل ما بيتقل. انا ما استنيتش عليه يتقل، انا استخدمته على طول. بعدها على طول بحوالي نص ساعة يا دوب، بس سبته كده يستهدى عشان ما يسيحش الكريمة من على التورته. هسيبه بقى يبرد ويتقل شوية. ودي الكيكة بعد ما بردت. يستحسن لو عملتوها قبلها بيوم، يعني مثلا عملتوها بالليل وسبتوها لحد تاني يوم اشتغلتوا فيها. انا بس سبتها حوالي ساعة كده لحد ما بردت واشتغلت فيها عشان كنت مستعجلة. شلت كده الوش ده علشان الوش ده مش بيبقى احسن حاجة في التورتة، وبيبقى فيه نسبة زفارة بسيطة كده.
فهنشيله عشان كمان ما يضايقنيش وانا بحط الكريمة. هشيل كده الوش ده ومش هنرميه. انا حطيت عليه شوية شوكولاتة من صوص الشوكولاتة الجناش اللي عملته وكلناه. وممكن تعملوه كيك بوبس. انا قطعت بالسكينة المشرشرة دي. لو عندكم المنشار هيبقى حلو جدا. انا قطعتها على نصين بس، لكن هي كانت ممكن تتقطع على 3 كمان، بس عشان انا بقطعها كانت لسه دافية شوية فخفت تتقطع مني، قطعتها على نصين. ممكن انتوا تقطعوها على 3. هشيل بقى كده الجزء الاولاني ده على جنب كده. هجيب بقى قاعدة التورتة دي احط فيها حتة من الكريمة واثبت عليها الكيكة عشان ما تتحركش وانا بظبطها. حطيت بقى الكريم شانتيه كده، هوزعه وهسويه علشان ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية. لو تلاحظوا انا ما عنديش اي ادوات للحلويات، انا بستخدم الحاجات اللي عندي في البيت، وحاولت على قد ما اقدر اعملها بسيطة ما فيهاش اي شغل كتير علشان لاي حد ما عندوش ادوات يعني. يا دوب بس استخدمت في الاخر كيس حلويات اللي هو بتاع الحلواني ده، عملت بيه روزيتات كده على وش التورتايه. انتوا ممكن لو مش عندكم كيس الحلواني ده ما تعملوش الروزيتات دي خالص وتزوقوا باي حاجه تانية. هسوي بقى الكريمه كده كويس. هغرقها كلها الاول بالكريمه وبعدين هسوي في الاخر. حطيت عليها كلها، نبدا نسوي بقى ونشيل الزياده. انا بعد ما حطيت الكريمه في النص حطيت عليها بعد كده شويه من جناش الشوكولاته، وحطيت كمان شويه من اللوز، كسرته كده وحطيته في النص عليه. لو مش متاح عادي ممكن ما تحطوش اي حاجه، وممكن مثلا تحطوا شويه شوكليت شيبس، وممكن ما تحطوش اي حاجه خالص. حطيت بعد كده الطبقه التانية من الكيكه، وبعدين حطيت عليها الكريمه، دخلتها الفريزر شويه مسكت نفسها زي دلوقتي كده، وبعدين طلعتها. كملت بقى عليها كريمه تاني على الحتت اللي ما فيهاش كريمه، وسويت الطروف والجناب والحاجات اللي هي العاليه والحاجات الواطيه، عشان لما اجي احط عليها صوص الشوكولاته تبقى كلها متساويه. بعد ما اخلص بقى واساوي الطروف كلها واساوي وش التورتايه كويس، هرجع ادخلها الفريزر تاني يا دوب بس تتشمع كده، عشان لما احط عليها الجناش ما يسيحوش في بعض ويدخلوا في بعض. سويت كده وخلصت ودخلتها الفريزر يا دوب 10 دقايق بس مسكت نفسها، وحطيت عليها الجناش. حطيت كده الجناش على الوش وهسيبه ينزل على الجناب، هسيبه ينزل براحته. وبعد كده لو في اي حتة مش عليها صوص من الجناب هبدأ اسويها بايدي بالسكينة بتاعة الحلويات. ممكن كمان تخلوها تنزل عشوائي كده، ويبقى في حتت فيها صوص وحتت لأ، هيبقى شكلها حلو قوي برضو. والتزويق بقى ده براحتكم كلكم يعني، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. سويت اهو الجناب وحطيت على الحتت اللي ما فيهاش صوص، دهنتها كده كويس، وادخلها برضو الفريزر 10 دقايق تمسك نفسها. جبت بقى بقية الجناش بتاع الشوكولاتة، حطيت عليه شوية كده من الكريم شانتيه اللي كنا ضاربينه، وقلبتهم كده مع بعض، وهسيبهم مع بعض هسيبهم على جنب يتقلوا شوية. انا طبعا ما استنيتش برضو عشان كنت مستعجلة، فحطيتها على طول زي ما هي في كيس الحلواني، وهبدأ اعملها اشكلها. اتشكلت معايا وكل حاجة، بس برضو لو سبتوها هيبقى احسن. لما التورتايه بقى مسكت نفسها في الفريزر طلعتها وعملت عليها الروزيتات دي،
بكيس الحلواني كده، وكنت جايبه كمان شويه كريز هحطهم على الوش برضو، وكنت مكسره شويه لوز برضو هحطهم على الجناب، والتشكيل براحتكم. وبس كده نبقى خلصنا التورتايه، سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسات، وما فصلناش البياض عن الصفار لوحده، ولا عملنا آه، شغل كتير. احنا يا دوب حطينا كله على بعض، وطلعت في الاخر الكيكه، وشويه الكريم عملناهم، وصوص الشوكولاته ما فيهوش اي افتكاسات. جربوها بقى بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي.